السلام عليكم. ميني تاكوس بنين خفاف ويتقرمشوا بنة عالمية. شوفوا لي جبن كيفاش يتمطط. زوز انواع متاع حشوات مختلفين. الحشوة الاولى بالاسكالوب سخون ويتقرمش، والحشوة الثانية سلطة خضراء وطن بنينة وخفيفة للي ما يحبش الاسكالوب. تبعوني باش تعرفوا كيفاش حضرناهم. اول حاجه باش نحضروا خلطه الاسكالوب، حطيت زيت زيتونه، زدت عليه بصل مقصوص مكعبات، زدت عليه الاسكالوب زاده كيف كيف مقصوص مكعبات، وفوحته كركم تابل وكرويه فلفل احمر، وبالطبيعه زدت الملح في الاخر، وخلطت بالكدا حتى اللي تقليت الخلطه كلها مع بعضها، وبعد زدت الماء وخليته يطيب على روحه. حضرت السلطه الخضراء متاعي. بعد ما كملت حضرتها وطابت الحشوة متاعنا متاع الاسكالوب، بديت نعمر في الميني تاكوس متاعي. خذيت كعبة الميني تاكوس دهنتها بالهريسة وحطيت فيها السلطة الخضراء، وبالطبيعة زدتها خلطة الاسكالوب البنينة بنينة بنينة وفاوحة على الاخر. حطيتها في المول، وبالطبيعة خذيت كعبة أخرى. المرة هذية عملتها بالهريسة والسلطة الخضراء، وحطيت فوقها الطن للي ما يحبش الاسكالوب. كملت الكعبات متاعي الكل، عمرتهم حطيتهم في المول، وبالطبيعة حطيت لهم الفوق الجبن الموتزاريلا اللي باش يزيدهم بنة واللي يذوب في الفم. دخلتهم للفور على 160 درجة، حليت عليهم الفوق واللوطة حتى اللي يحمروا شوية، وذاب الجبن متاعنا. وتوا شوفوا لي البنة وشوفوا لي الجبن كيفاش يتمطط، بنة وريحة بسم الله ما شاء الله. بالطبيعة قولوا لي انتوما انهي حشوة تفضلوا، حشوة الاسكالوب ولا حشوة الطن؟ نستنى رايكم في التعليقات، وان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم، وبالطبيعة نستنى اشتراككم في القناة وتفعيل الجرس